السلام عليكم، تحياتي للمشاهدين الكرام. نصف النهائي تأهلوا ليه أجود المنتخبات العالمية: المنتخب الفرنسي ضد المنتخب الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب الإنجليزي. إذا المقابلة الأولى ما بين الماتادور الإسباني والدياكا الفرنسي غتكون مقابلة حارقة، مقابلة جميلة، مقابلة روعة، نظرا للإمكانيات ديال اللاعبين لا عند فرنسا ولا عند إسبانيا، مع تفوق شيئا ما للمنتخب الفرنسي، لأن صراحة فريق متكامل 100%. هذا ماشي تعاطف مع فرنسا، ولكن الواقع كيقول هكا. إذا المقابلة غتكون جميلة ما بين مبابي وما بين يمين لامان. إن شاء الله غتكون روعة في المقابلة، ونستافدوا حنا في المقابلة ونتفرجوا، واللي يستحق يتأهل للنهائي هنيئا له. بالنسبة للمنتخب طانغو ضد المنتخب الإنجليزي، مقابلة غتكون حارقة، وغادي تكون تصفية الحسابات القديمة اللي كتسال الإنجليز، كتسالها الأرجنتين، نظرا لذاك العام مارادونا اللي كان ماركا بيديه على الإنجليز، وجن جنون الإنجليزيين مازال عاقل عليها ومازال عندهم حرقانة في قلبهم. إذا المقابلة الثانية هي غتكون مقابلة روعة، مقابلة جميلة، مع تفوق شيئا ما كبير اللي غادي يكون ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني، نظرا هذوك لاعبين عندهم كبار، قيمة عالية. أما صراحة المنتخب الأرجنتيني لحد الساعة مازال ما بداش، ما عطاش اللي كان متوقع منه في مقابلات كبيرة. مر بواحد المقابلات صعبة، كيعاني بعض الشيء بشي لاعبين عنده شوية ناقصين. إذا اللي ربح فيهم غادي يتأهل النهائي، والنهائي غيكون جميل ديال 2026. وهنيئا بالنسبة للمغاربة كاملين، يعني التأهل الدور 8 راه ماشي سهل، باش نكون واقعيين. غير حنا دابا ولينا صراحة طماعة، ولينا كنقولوا الدور 8 مسألة عادية. كاينين الناس بالنسبة لهم غير التأهل الدور الثاني كيتسمى إنجاز كبير، عرس كروي كبير في البلاد. ولكن حنا الدور 8 وما بقاش معمرنا عينينا. هادشي كيدل على أن المغاربة كبروا وبداو كيشوفوا الشوفة كبيرة، وما بقاش نحو مثلا الدور الثاني أو الدور 16، حتى الدور 8 ما قنعنا الصراحة شيئا ما، وخا هو بالنسبة لنا إنجاز كبير. فتحياتي للمشاهدين الكرام، وتحياتي للجميع، وتحياتي لأي واحد التحق بنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.